النعيميه رق النعيميه. طاميه هيتاويه باثنين ونص عيني، باثنين ونص طاميه ماليت باثنين ونص. تفاح بنيت، عنب بنيت. الفلاح اللي عندنا هنا اكثر المحصول يحوشوه الصبح، عندنا الطماطم الناعمه، عندنا الباميه، عندنا الفغس الهيتاوي نسميه قرع بعض الناس. شغلات كثيره هيتاويه تختلف عن باقي المحافظات من ناحيه الطعم والنكهه. مستورد عندك مثل الموز، الخوخ النوعيتين، الكعكي والصوفي، البرتقال، اللالنجي، الحامض بالسوق باربعه، حيل غالي، سعلاء، الكرز، الآلو عندك، المشمش، مش مو وقت هسه خلاص المشمش مالنا، التفاح الاجنبي، عندنا تفاح نوعيه صغار هذا مال الديره من حصيبه بطخ مشرقه يعني كلها مال ديرتنا. الخضروات كلها بس عندنا تقريبا اللهانه القرنبيط هي مستورده ايرانيه هاي. هسه المساق كله هيتاو مال الديره، خير من الله واطيب واحسن. محصول هاي السنه حيل زين. نزل اليوم منتوج المحلي، منتوج الديره، حاصل هيت، الباميه واللوبيا والعطروزي والبيدنجان والفلفل الحار وبارد، نزل عندنا التين اليوم. فما شاء الله الاسعار مناسبه، بس نطالب من الحكومه تدعم الفلاح شويه لان اسعار هابطه تحت الصفر، بس الباميه سعرها زين، فهذيك الاسعار بيدنجان خيار حيل رخيصه، فنطالب من الحكومه تدعم الفلاح لان السماد وغير الكيميائي كله غالي. محافظات عندك هسه الرق السيمانيه قاعد نشتغل به، والبطيخ همات البطيخ السيمانيه، والباجله نعم انتهت، واللوبيا هسه من بغداد قاعد نشتغل به. التفاح قاعد نشتغل بتفاح حصيبه، تفاح والتين. التين مال هيت هسه تقريبا طاح، هسه قام ينزل ان شاء الله. الاسعار حيل مناسبه، الباميه ب 3000، حسناويه ب 2.5، البيدنجان بربع، اللوبيا ب 2000 دينار، التين ب 5000. يعني هو اغلب المستورد يعتمدون على السماد، يعتمدون على المكنه وعلى الاشياء اللي اصلا تغير طعم المنتوج. فالمحلي لا تدري احنا هنا وين خلص تزرعه سماد طبيعي.